التاريخ مليان لحظات وقرارات غريبة جدا، قرارات اتخذت ومحدش فاهم ليه، وبعضها كان كارثة على اللي أخدها وعلى الناس اللي حواليه كمان. النهاردة هحكي لك 7 قرارات من أغبى القرارات في التاريخ، واللي هتخلي دماغك تلف من كتر غبائها، وكل واحدة فيها درس ممكن تتعلمه دلوقتي. نبدأ بأول أغبى قرار في العالم، نابليون بونابرت لما حب يغزو روسيا في عز الشتاء. نابليون كان عنده جيش ضخم جدا، والجيش ده حوالي 600 ألف جندي، وكل المعدات جاهزة إن هو يدخل على روسيا ويدمرها. ولكنه صديقي قرر يدخل روسيا في ابرد موسم في السنه. الروس ما كلمهوش، قالوا ادخل براحتك واعمل اللي انت عايزه بس استحمل في الاخر. وهنا بقى الروس ما حاولوش يهزموه مباشر، بس استخدموا سياسه الارض المحروقه. كل مدينه يقربوا منها كانت محروقه تماما او مهجوره. الجنود جاعوا والمرض انتشر بينهم، والبرد اكل الاف منهم كمان. في النهايه نابليون رجع بلده بعد ما دمر 100 ألف جندي ويمكن اكتر من جيشه. الحاجه الغريبه في خطه نابليون ان الخطه كانت على الورق، هي كانت منطقيه، لكن غياب التفكير في التفاصيل الطبيعية خلى كل حاجة تنهار تماما. لأن الدرس واضح، أي قرار كبير بيكون محتاج تقييم كامل لكل العوامل، والعوامل اللي ممكن تحسها بسيطة ممكن تدمر خطتك بالكامل. تاني أغبى قرار في العالم كان قرار كيندي. كيندي حب يغزو خليج الخنازير في عام 1961، ومن هنا وافق على خطة إسقاط كاسترو. الفكرة كانت واضحة، السيطرة على كوبا بسرعة جدا ومنعها من التحالف مع الاتحاد السوفيتي. لكن التنفيذ هنا كان كارثي شوية. الجيش الأمريكي المدعوم اتخبط في دماغه أول مرة في حياته، والكوبيين تعاملوا مع الهجوم بسهولة شديدة جدا. النتيجة هنا كانت إحراج عالمي لأمريكا وخسارة كاملة للخطط اللي عملوها. السبب الأساسي إنه كان قرار سريع ومعلومات استخباراتية غير كافية بالمرة، وثقة زايدة بالنفس. الدرس هنا بقى، قبل ما تعمل أي خطوة كبيرة اجمع كل المعلومات حتى لو كانت معلومة صغيرة، قيم كل الاحتمالات، وأهم حاجة ما تعتمدش على غرورك الشخصي. تالت أغبى قرار في العالم كان من شركة نوكيا. في عام 2003 نوكيا قررت تطلق أول جهاز يكون تليفون ولعبة في نفس الوقت. على الورق كانت الفكرة جامدة جدا، لكن التنفيذ كان غريب خالص. الناس مضطرة تشيل الجهاز بطريقة صعبة جدا لتغيير اللعبة، لا وكمان الألعاب كانت صعبة تتحمل، والاستخدام كمان كان صعب جدا. يعني النتيجة كانت فاشلة فشل ذريع، ومن هنا خسارة ملايين الدولارات لشركة نوكيا، وسمعة نوكيا اتأثرت قدام العالم كله. المنافسين بقى زي سوني ونينتندو، الحاجة الغريبة هنا اللي شافوها ان الابتكار كان موجود، لكن التنفيذ الفاشل خرب كل حاجه. الدرس هنا بقى يا صديقي ان اي منتج لازم تجربه فعليا مع المستخدمين. التجربه الواقعيه اهم من كل خطط التسويق. رابع أغبى قرار في التاريخ هو كان طرد الشخص اسمه ديكارت من أكاديمية باريس. في عام 1628 الأكاديمية قررت تطرده بسبب أفكاره المختلفة والغريبة. القرار ده ضيع فرصة كبيرة جدا للأكاديمية إنها تستفيد من عبقريته. ديكارت بقى من بعديها فضل يشتغل لوحده، لكن أفكاره انتشرت بعد كده وخلت الناس كلها تتكلم عنه، والصحف والمجلات والقنوات. الدرس هنا بقى إنك ما تحكمش على حد بسبب اختلافه عنك، يعني شجع الابتكار قبل ما تخاف منه، لأن اللي ابتدى النهارده ممكن بكره يكون عبقري وتكون انت الخسران. أغبى 5 قرار في العالم كان عن هيروشيما وناكازاكي. في عام 1945 ترومان قرر إلقاء القنابل النووية لإنهاء الحرب بسرعة، ومن هنا بقى مئات الآلاف ماتوا فورا. لا ومعاناة الناجين منها استمرت لعقود طويلة بسبب الإشعاع اللي طلع منها. ترومان كان شايف إن ده هيوفر حياة الجنود الأمريكيين، لكن فتح سباق تسلح نووي عالمي. الدرس هنا إن أي قرار له تأثير ضخم لازم تاخد في اعتبارك وتحسب العواقب الإنسانية مش بس السياسية أو العسكرية. العواقب ممكن تكون أكبر من أي توقع، يعني قبل ما تدخل في أي معركة اعرف أنت رايح لمين ورايح تهاجم مين. أغبى 6 قرار في العالم فورد وقراره إنه ما يغيرش تصميم تي. هنري فورد فضل على نفس التصميم رغم إن المنافسين بدأوا يقدموا سيارات جديدة وتكنولوجيا أفضل. النتيجة كانت فقد جزء كبير جدا من العملاء وخسارة تدريجية في السوق كله. يعني الثقة الزايدة في النجاح ممكن تكون كارثة لو ما اتطورتش مع الزمن. الدرس هنا بقى إن النجاح مش دايما مضمون، النجاح دايما عايز تطوير وتجديد، ولازم يكون جزء من أي خطة استثمارية. أغبى 7 قرار في العالم وده طالع من تسلا. ايلون ماسك قرر إطلاق موديل 3 بسرعة كبيرة جدا، وده كان في 2017 لتغطية الطلب الهائل على العربية. المشكلة كانت إن الإنتاج كان أسرع بكتير من قدرة المصنع، وده أدى لتأخير كبير جدا ومشاكل في الجودة وشكاوى كتير من العملاء. بالرغم من النجاح ده بعد كده في الفترة دي الوقت ده كان يخرب سمعة أي شركة ويكسر ثقة العملاء كلها، ولكن الحظ حلفه ونجح وكسر الدنيا. هنا ناخد في
الاعتبار ان اي قرار سريع لازم يكون محسوب على كل الموارد والامكانيات، ولازم الموارد والامكانيات اللي عندك يغطوا لاحتياج السوق. يعني السرعة من غير تخطيط كويس ممكن تدمر كل حاجة، والامبراطورية اللي انت بنيتها سنين تنهد كلها في ثانية. السبع قرارات دول مش مجرد قصص قديمة، دول دروس حقيقية عن التفكير قبل أي خطوة كبيرة، عن تقييم العواقب، وعن أهمية التفاصيل والظروف. وأي قرار مهما كان صغير أو كبير ليه تأثير، والعواقب ممكن تكون أبعد من توقعاتك. اتعلم من التاريخ قبل ما تاخد أي خطوة، وخليك دايما واعي لكل اختيار، علشان القرار اللي اتاخد غلط قبل كده ممكن يتكرر معاك. أشوفك في فيديو جديد، وكده نكون خلصنا، والسلام.